اهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شول الكروشيه. لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنشتغل حاجة جديدة علينا، وبرضو نوع الخيط هيكون جديد ومختلف عن اللي تعودنا عليه. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة هي سهلة وبسيطة، بس الماتيريال اللي هنستخدمه فيها هو اللي جديد علينا. تمام. المفروض الشنطة دي بخيط اسمه خيط الرافية. خيط الرافية كمبتدئة بيكون من انواع الخيوط الرخمة، الرخمة في شغلها. خيط مش لطيف ومش سهل في استخدامه. ده كده خيط الرافية، هو عامل زي الاخشاب. بصي حتى ملمسه، اسمعي الصوت. تحسي انه بصي خشب، مش خشب لكن عامل زي الخوص، عامل زي مش البلاستيك بس هو بصي الصوت اهو، هو ناشف. تمام، هو خيط ناشف. لو انت شاطرة فيه شوية تقدري تعمليه بالاشكال اللي هي دي. تمام، دي بتكون اشكال شغل يدوي، مش حتى بالابره بتاعتي. انا عموما هستخدم هنا الابره بتاعتي دي، وهدهن الحرف بتاعها باي نوع زيت. تمام، ده في البدايه. تمام، الحرف بس كده. واول ما تحسي ان الشغل بدأ يتقل معاكي هتعملي نفس الحركة في البوز، بس مش في كل الابرة عشان تعرفي تمسكي الابرة ما تتزحلقش منك. بصي هنا بس في الجزء ده بس. انا مش بفضل باستخدام النوع ده كمبتدئة الحقيقة. يعني انت كمبتدئة ممكن ما تحبيش الشغل بيه، لكن كحد واخد على الشغل الكروشيه استخدميه، وهنعرف ازاي نعمل الايد دي بطريقه سهله وبسيطه قوي. تمام، وهنتعلم تفاصيل وتكنيك كتير. ممكن تعملي نفس الشنطه بخيط السلسله، لكن في ناس بتطلب الخيط ده مخصوص اسمه الرافية. اوكي، لكن لو مش طالباه مخصوص افضل لو مبتدئه استخدمي خيط السلسله بديله وهيبقى لذيذ جدا. بس خدي بالك خيوط السلسله عادي هتبقى مش بتعمل الشغل ده، انا بتكلم على الرافيه بتعمل الشغل ده، وبتعمل الشنطه بتكون ثابته وواقفه كده بالظبط زي الحصيره. انا مش عارفه اجيب لك حاجه شبيهه. عارفين يا جماعه الحصير؟ اوكي، بالظبط بالظبط، هو ملمس الحصير. حتى يمكن انا سمعتك الصوت. اوكي، طيب يلا بينا نبدأ ونشتغل. واحنا شغالين هنقول تفاصيل اكتر وهنقول هنعمل ايه. واتفقنا لو انت مبتدئه وعايزه تعملي نفس موديل الشنطه تقدري تستخدمي خيط السلسله المتوسط السمك، هيديكي نفس النتيجه وهيبقى زي العسل برضو. اوكي، يلا بينا.